تعالوا كده بقى ندخل في المحاضرة التامنة مع بعض. المحاضرة التامنة احنا هنا بنتكلم على الهيدن ماركوف موديل. تمام، فانا هنا بس اول حاجة بيقول لك الماركوف بروسيس دي كانت بتتكون من ستيت والباي فيكتور والستيت ترانزيشن ماتريكس. طب الستيت ديت اللي هي كانت الثري ستيت اللي كانت عندنا زي الساني كلاوديا ريني. الباي فيكتور دوت اللي هو يعني بيعرف لك البروبابيلتي عند التايم زيرو، يعني ده الانيشال. تمام، ستيت ترانزيشن ماتريكس بقى زي اللي احنا شفناه وحلينا بيها المحاضرة اللي فاتت. تمام، هنا دوت مثلا انا دلوقتي كان عندي 3 ستيت، دلوقتي دولت هيبقوا هيدن ودولت هيبقوا اللي بيتشافوا الاوبزرفابل. تمام، فتعالى كده، ده كل ده كلام نظري ملوش اي فايده. هنا بقى من اول هنا بقى فبقول لك الهيدن ماركوف موديل. ثانيه واحده، الهيدن ماركوف موديل دلوقتي بيتعرف ب 5 تابل. تمام، التابل بتاعته فيها 5 حاجات. ايه هما؟ الاس دي بتبقى الهيدن ستيت، الاو دي بتبقى الحاجه الاوبزرفابل، الباي دي بتبقى الانيشال بروبابيلتي اللي عندنا، الاي ديت بقى بتبقى هي البروبابيلتي بين الهيدن ستيت. تمام، البي بتبقى اللي هي من بين الهيدن ستيت، البروبابيلتي ما بين الهيدن ستيت للاوبزرفابل. يعني ايه دلوقتي؟ تعالى اوريك البروبابيلتي اللي موجوده على المساله. بص كده، شايف اول حاجه دول الانيشال. تمام، الانيشال دولت بيبقى هما الباي اللي عندنا. تمام، دي اول حاجه. طيب الايه بقى البروبابيلتي بتاعت الايه دوت اللي هي ما بين الهيدن، اللي هي ما بين ريني وريني ومن ريني لصاني. طيب ونفس الكلام برضو من صاني لريني ومن صاني لصاني. طيب البي بقى اللي هي بقى من الهيدن ستيت، يعني من اللاير بتاعت الهيدن لللاير التانية ديت اللي هي بتاعت الاوبزرفابل. تمام، دي البروبابيلتي اللي هتبقى بتاعت البي. تمام، ده بالنسبه للطابل اللي عندنا. فاحنا لو جينا برضو قريناهم سريعا كده، فهتبقى انا بقول لك الاس دوت هي مجموعه من الهيدن ستيت، الاو دوت هيبقى هو الاوبزرفيشن سيمبل، والباي ديت هي الانيشال ستيت ديستريبيوشن، الاي ديت هتبقى عباره عن الستيت ترانزيشن بروبابيلتي ديستريبيوشن، البي دوت هيبقى الاوبزرفيشن سيمبل بروبابيلتي ديستريبيوشن ستيت. تمام، سيبك بقى من كل القوانين دوت، هو يعني ما لهمش لازمه. تمام، فالجنرال فورمولا دلوقتي انا بقول لك عندك 2 كونستانت سايز بارامتر اللي هم هيكونوا ايه في الهيدن ماركوف موديل، الاثنين اللي حجمهم ثابت، الستيت والاوبزرفابل. تمام، وعندك 3 سيت اوف probability ديستريبيوشن اللي هم الاي والبي والباي ديت. تمام، طب انت عندك دلوقتي لازم تبقى عارف حاجه، ان مجموع السميشن للاي كله بواحد، والسميشن للبي برضه بواحد، والسميشن للباي بواحد. يعني ايه؟ تعالى برضه على الرسمه عشان الدنيا تبقى اوضح اكتر. بص كده، شايف الباي دوت؟ ادي الباي اللي هو الانيشال 6/10 و4/10 يبقى بواحد. انا هو ممكن ما يدينيش مثلا 6/10 و4/10. تمام، يبقى انا فاهم ان هما مجموعهم الاتنين بواحد. طب طالما هو معطونيش يبقى دوت نص ودوت نص. طب ممكن اديك مثلا هنا 4/10 وهنا ما احطش حاجه، يبقى انت اوريدي على طول كده اوتوماتيك تفهم ان انت هنا 1 ناقص ال4/10 يبقى 6/10. تمام، هنا برضو بقول لك السميشن للايه هيبقى بواحد. يعني انا دلوقتي الريني خارج مني سهمين، يبقى مجموعهم بواحد، ادي 7/10 وادي 3/10. هنا في الصني 6/10 و4/10. تمام، طيب البي اللي هي بقى من الهيدن للاوبزرفابل. تمام، بص كده من ريني للتلاتة اللي تحتيها دولت اللي هم ووك وشوب وكليم، ادي 1/10، ادي 4/10، ادي 5/10، مجموعهم بواحد. بص هنا كده مثلا على التاني من صني للتلاتة ستيت دول، واحد من عشرة أو 3/10 أو 6/10، يبقى مجموعهم برضه بواحد. تمام، دي كده الفردية اللي عندنا. تمام، هي مش فردية قصدي، ده حاجة يعني شغالين بيها على طول. طب انت عندك دلوقتي 3 بيزك بروبلم. ايه هما ال3 مشاكل؟ الايفالويشن بروبلم، الديكودنج بروبلم، الليرنينج بروبلم. تمام، طب وكل مشكله فيهم ديت ليها الجوريزم يحلها. احنا كل اللي علينا بس الفورورد الجوريزم بس. تمام، فانا دلوقتي المشكله بتاعتي اللي احنا هنحلها هي الايفالويت. تمام، بالفورورد الجوريزم. طيب دولت بس تعرفهم كده، الديكود هيبقى للالجوريزم دوت انا يعني عارفهم كده. الترين، عمليه الترين بتطول فيبقى تاخد الاسم الطويل. تمام، والديكود هتبقى دوت، وكده كده الايفالويت احنا عارفينها، ايفالويت هيبقى فورورد. تمام، يبقى الترين دوت عشان هي بتطول فهي الاسم الطويل، والديكود دوت هتبقى الاسم دوت. بس كده. تعالى بقى للمساله عشان نحلها. القوانين ديت يعني فكك منها، ملهاش اي لازمه. تمام، هتحل على طول يعني. تمام، ادي دي المساله. هو بيقول لك ايه الاحتمالات للسيكونس اوبزرفيشن ديت، ومديك الهيدن ماركوف موديل. فتيجي جاي هنا بقى مثلا، انا مديك هنا بص كده الاوبزرفابل، بقول لك هيبقى شوبينج كليننج ووكينج كليننج، فهنرسهم. فانا بقول لك في اليوم الاول هيبقى شوبينج. طب احسبها ازاي بقى؟ طب انا عايز دلوقتي اروح عند شوبينج ديت، هروح لها ازاي؟ يا عن طريق 6/10 كده، ومتروح لها، تيجي رايح لها من ريني. تمام، يبقى 6/10 في 4/10. تمام، يبقى 24%. او تروح لها ال4/10 دي
في التلاتة من عشرة دي هتطلع لك 12%. طيب حاجة بقى مهمة، انا دلوقتي اليوم الاول، طيب انا طالما من اليوم الاول يبقى انا بعبر عن اليوم هنا في الرقم ده. بص الفا واحد، هنا الفا واحد. بص اليوم التاني الفا اتنين، الفا اتنين. بص اليوم التالت الفا تلاتة، الفا تلاتة. طيب ايه الواحد بقى اللي ما بين الاقواس؟ بص شايف الهيدن ستيت دي بنرقمها من الشمال لليمين. الريني دي هتبقى بواحد والصني دي هتبقى باتنين. فلما تيجي عند ريني بص كده ما بين الاقواس كلها وحايد، وهنا بص كده عند صني ما بين الاقواس هتبقى كلها اتنينات. طب انا هنا كنت مثلا لو حطيت ستيت تالتة كده كلاودي، تمام، هتيجي واخدة رقم تلاتة، تمام. فبتمشيها من الشمال لليمين واحد اتنين عشان بيسأل عليها بالرمز، تمام. فانا دلوقتي دي واحد هتبقى الفا واحد واحد، حسبنا الفا واحد وحسبنا الفا اتنين، تمام. على الآلة بقى تكتب كده، مثلا انا عايز اروح من ريني لريني، يبقى ال24% دي، واروح اجيب البروبابيلتي من ريني لريني يبقى ب7/10، يبقى ال24 في ال7/10 ده كده ما بين اقواس، زائد وافتح قوسين تانيين من صني لريني، هيبقى ايه ال12 من 100 دي في من صني لريني. راح اجيب البروبابيلتي من صني رايح لريني هيبقى 4/10، تمام. يبقى هتقول لي ال12 في 4/10 كده، ده جوه الاقواس، تمام. وهتقول لي ايكوال بيساوي الرقم اللي هيطلع لك دوت. انا واقف عند الريني، تمام، عايز اروح فين بقى؟ اليوم التاني كلين، تمام. يبقى من كلين، يبقى من ريني لكلين هتيجي ضارب في النص. بص هتبص عليها كده بالترتيب هتلاقيها بتطلع معاك بالمنظر دوت، تمام. هتيجي جاي بقى مثلا هنا عايز اروح برضو من اليوم الاول لليوم التاني بس من خلال صني، يعني عايز اروح عند كليننج دوت بس من خلال صني. فهتيجي تقول لي ايه؟ من ريني لصني يبقى ال24%، والبروبابيلتي بتاعتي هتبقى بكام؟ من ريني لصني هتبقى 3/10 اهي، تمام. يبقى من ريني لصني ال24% في 3/10. بعد كده زائد، هتقول لي ال12 من 100 هتبقى في ال6/10. ال6/10 ديت اللي هي ايه؟ من صني لريني. بص كده من صني لريني هتبقى ب6/10، تمام. وبعد كده تيجي ضارب لي في كام؟ انا دلوقتي واقف عند صني، عايز اروح عند مين؟ عند كلين. ادي صني وكلين، يبقى هضربها في 1/10. بس هتيجي مطلع الفا اتنين اتنين. الفا اتنين دي يعني اليوم التاني، اتنين دي عند الستيت التانية في الهيدن، تمام. بس هتكمل بقى بالمنظر دوت هتطلع. انا دلوقتي وصلت لاخر حاجة، الالفا 4/1 والالفا 4/2. طب بعد ما طلعتهم بعمل ايه؟ انا عايز بقى اجيب البروبابيلتي للاوبزرفابل ده كله. هتيجي جمع دي وهتجمع دي، بس ده كده هيبقى البروبابيلتي بتاعتك. بس يعني اتمنى اكون قدرت اوضح المسألة ديت على قد ما اقدر.